الحلقة الثانية: هل هذا الحلم يدل على السحر؟ إشارات خطيرة في المنام يجب أن تعرفها. أهلاً بكم في حلقة جديدة من قناة تفسير الأحلام. اليوم سنتحدث عن موضوع حساس ومهم. هل يمكن أن يكون حلمك رسالة تنذرك بوجود سحر؟ وما هي الرموز التي قد تدل على وجود عمل أو عين أو حسد؟ تابع الحلقة للنهاية، فقد يكون حلمك يحمل رسالة لم تنتبه لها. 1. هل كل حلم مزعج يعني سحر؟ أولاً، لازم نعرف شيء مهم. مش كل حلم فيه خوف أو أذى يعني أنه حلم عن السحر. أحياناً يكون مجرد حديث نفس أو كوابيس بسبب التوتر. لكن بعض الرموز إذا تكررت قد تكون إشارة حقيقية لوجود سحر أو عين. 2. رموز تدل على السحر في المنام. من بين الرموز التي يفسرها كبار المفسرين كإشارات للسحر: رؤية الثعابين السوداء بكثرة وخاصة في أماكن غريبة، العقارب أو الحشرات التي تخرج من الجسد، رؤية الساحر أو الشعوذة أو قراءة الطلاسم، رؤية شخص يضع شيئا في الطعام أو الشراب، تكرار المقابر، الظلام، أو شخص ميت يطلب شيئا منك. 3. كيف تتعامل مع هذه الأحلام؟ إن رأيت هذه الأحلام، لا تخف، وابدأ برقية نفسك يوميا. اقرأ سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات. لا تذهب فورا لأي معالج أو راقي دون التأكد من صدقه. ودون الحلم كاملا، فقد نساعدك في تفسيره في القناة. خاتمة: تفاعل وتشجيع. هل رأيت من قبل حلما فيه رموز مشابهة؟ اكتبه لنا في التعليقات، وسنختار بعض الأحلام لتفسيرها في الحلقة القادمة. ولا تنس جرس اشترك في القناة. إشارة الموافقة برفع الإبهام لأعلى. اضغط لأيك. فقاعة حوار وشارك الحلقة مع من تحب، لأن كل حلم يحمل رسالة، وقد تكون نجاتك فيه.